20 عاما تم تجريد على القائد عبد الله أوجلان، لهو تجريد على الحرية والإنسانية. والقائد أبو يقود مشروع أخوة الشعوب الذي أدى إلى تخوف الدول القومية التي ربت المجتمعات حسب سياستها الأخلاقية والدولية. تركيا تعلم بأن الشعب المقاوم يتلقى قوته من فكر وفلسفة القائد أبو. تريد حكومة تركيا أردوغان أن تبعد الشعب عن أهدافه من خلال فرض العزلة عليه. منذ فترة طويلة لا يسمح لمقاومي أوجلان وهيئة حزب الشعوب الديمقراطية باللقاء مع موكلهم، والوضع تجاوز دون مستوى الإنسانية. تنفذ الدولة التركية حربا خاصة على قائد الشعوب لوقوف مشروع السلام في تركيا، والهدف الأساسي للعزلة هو شل حركة الحرية الكردستانية وكسر مقاومة شعبنا في شمال كردستان، وشل مقاومة السجون التي أبدتها المناضلات فيها، وعلى رأسهم الرفيقة ليلى جوفان، اللواتي أبدينا مقاومة لا مثيل لها في التاريخ، إنما أصبح صراعهم وحقدهم على الفيلسوف الأممي الذي بات مجلداته تدرس في الجامعات وتعرض في دور النشر وتلقى رواجا بجميع شعوب العالم، وهو في سجنه بات فكره وفلسفته منتشرة بين أكثرية الشعوب الطواقة للحرية والديمقراطية، وبين الشعوب التي عانت الويلات من نموذج الدول القومية والمركزية، وخاصة المرأة منها كونها تجد فيها حريتها وعيشها بكرامة على فكر وفلسفة القائد، وحيث وجدت نفسها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا مجال خطوة واحدة للوراء، وإنما الالتفاف والعمل بخطى وثيقة للأمام وإثبات ذاتها أكثر من أي وقت مضى أينما كانت. المرأة بجميع مكوناتها أن نعمل يدا بيد من أجل حرية القائد وسراحه بشكل سريع وبموجبه نطالب المنظمات الحقوقية وجميع الشخصيات المستقلة ومحبي السلام أن تقوم بواجبها تجاه القائد الأممي قائد الشعوب بالضغط على الحكومة التركية بإطلاق سراحه. Ve Sarul Cihan Nabe! Ve Sarul Cihan Nabe!